السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله هكا تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا بدينا في سلسله حلويات العيد 2023. اليوم جبت لكم تشارك العريان. نبداو. انا بديت لهنايا بلا فاخس هديه، درت 3 كيلات تاع اللوز، تقدروا تعوضوه بالكاوكاو تكونوا تحمصوه برك شويه. كيله تاع السكر، مغرفه كبيره تاع لافاني، مغرفه كبيره تاع السمن، وصفار حبه تاع البيض، ونلموه بالماء والمزهر. الحاجه الاولى ندوبوا هذاك السكر في السمن وصفار تاع البيض، ونزيدوا له شويه تاع الماء مع مزهر اللي كنا خلطناهم، ونخلطوه مع هذاك اللوز. هاد لافاس كنت درتها لكم ديجا في تشارك، كنت درته في القناه تاعي، بصح اليوم درت تشارك بطريقه جديده مختلفه وبلا بات ماجيك اللي تجي بزاف بنينه خير لاباط اللي درتها من قبل. الوغ تبعي الوصفه وتشوفي كيفاش يخرج لك هاد التشارك، ونتمنى تجربوه كامل، واللي تجربوه تكتب لي في الكومنتير، باسكو صراحه هاد التشارك بزاف هايل. دوك هنا كيما راكم تشوفوا نبدا نلم هذيك لافاغس تاعي بالماء والمزهر حتى كي نديرو هكايا زعما حربوش ولا دويره ولا كيما نقولوا بوله تخرج لكم شاده روحها. راكم تشوفوا كيفاش، شوفوا كيفاش متماسكه لازم تكون. فوالا هنايا انا دوكا نوزنهم، الوحده لازم تكون 15 غرام. كيما راكم تشوفوا راني وزنتهم بالوحده ودرت الميزان تاعهم 15 غرام للحبه. هنايا في اليان ديالي نجي ندير لاباط ماجيك هاديه، قلت لكم جربوها ما تندموش كامل، بزاف بنينه. عندي هنا كيله تاع السمن، نزيد معاها كيله تاع الزيت. هاد لاباط ماجيك يستعملوها الحلواجيات، وفيها مكون سحري ما يجيش كاع في بالكم اللي هو الجازوز. نعم، الجازوز يرجعها بزاف هايله. كما راكم تشوفوا هنا درت لاروم تاع الزبده، هذا اختياري، لا عندك ديريه ولا ما عندكش ما ديريهش. ودرت هنا شويه تاع المزهر تاني، كلا قدرتي ديري لاروم تاع المزهر يجي بزاف بنين. ودرت قرصه تاع الملح. دوك هنا كيما راكم تشوفوا لازم الجازوز يكون هذا الابيض تاع حمود، اللي ما عندوش جازوز حمود يدير سبرايت هذاك. درت كيله تاني تاع الجازوز، وهنايا نجي نلم بالفارينه بيان سور نخلطوهم هكايا. نقعدو نديرو في الفارينه حتى تتلم لنا لاباط. ديجا هاد لاباط كي تروحي تفاصونيها تجيك سهله، ما ديري كيما نقولوا الفارينه فوق لو بلان دو طرافاي تاعك، ما ديري والو، ما تلصق لك ما والو. هنا درت 2 كيسان، زدت خلط، نبدا ندير في الفارينه حتى نلمها. شوفوا هنايا مازالها تتلاصق، هنا كي تشوفوها هكا لميتوها ومازالها تتلاصق، غير زيدوا غير بشويه الفارينه باش تانيك ما ترجعوهاش يابسه. وما تعجلوش هاد لاباط، هاد لاباط ما تتعجنش، تتلم برك. اكو تشوفوا كيفاش راني نلم فيها. بالنسبه لهاد لاباط نقدروا نديروا بها العرايش، ونقدروا نديروا بها الكعكات اللي يجوا بالتمر ولا بالكاوكاو ولا باللوز بيان سور كيما تحبي. هما اصلا يجوا بالاصل تاعهم يجي بالتمر. فوالا كيما راكم تشوفوا لازم تكون هكايا. دوك نجي ندير لي بولات هادوك، ندير الوزن تاعهم يكون 30 غرام، يعني الضعف تاع الحشو تاعنا. هنا راني درتهم. تانيك ما تنساوش الحشو تكونوا كي وجدتوه تغطوه بالساشي باش ما ينشفلكمش، ولاباط تانيك تغطوها بالساشي. هنا راكو تشوفوا كيفاش راني نحلها، حاجه سهله مهله. راكو تشوفوا ما درت ني فارينه ني والو، ما تلصقش وسهله في الخدمه. انا درت خرجت لي 32 حبه، هم اونفا هي تخرج كتر باسكو انا درت لها لا فارس اللي خرجت لي 32 حبه، قعدت لي شويه عجينه. كملتهم ميم با نص ساعه كنت كملتهم، تالمون جاتني بزاف سهله. شوفوا كيفاش ديروا، الصوره راهي تبين لكم، يعني الفيديو راهو يوضح كلش.
ماذا بينا تانيك من الجوانب نكونوا درنا هذاك اللوز ولا الكاوكاو ولا واش عندكم لافارس باش ما يجيناش كيما يقولوا غير عجينه هكا، ونسقموهم. ما كاش ما اسهل من هكايا. دوك نزيد نوري لكم وحده وتشوفوا كيفاش. وما تنساوش الكيله تاعي كنت درتها صغيره يعني ماشي كبيره بزاف، خرجت لي 32 حبه. قلت لكم لاباط قعدت لي صافي تكون تخرج كتر. شوفوا كيفاش انا في الجوانب راني عمرتهم باش ما يجينيش الشارك تاعي فارغ. تقدروا تزيدوا ترققوه شويه، يعني ديروه بيديكم هكا تحلوه باش لا حبيتو يجي شويه رقيق. فوالا اني كملتها. دوك هنايا نجيب وحده نكون دهنتها بالبيض، كانت قاعد لي بيض البيض 6 حبه بيض. وكاين اللوز هدايا كنت كي رحيت خليت شويه هكا خشين ونديرو من الفوق. تحبوا ديروا تانيك اللوز ايفيلي. هامليك هنايا كي عمرت كاع السنيوات تاعي. دوك نحطها طيب على 170 درجه حتى تتحمر لنا من تحت الطيب وتتحمر من الفوق. هنا كيما راكم تشوفوا راهي تحمرت خرجت ما شاء الله. نتمنى تجربوها، ما تندموش على هذه الوصفه. شاهدكم في الجنه ان شاء الله حباباتي. ما تنسوش تدعموني بجيم وبارطاج وكومونتاج شباب كيما نتوما. مع السلامه.